لو بتمر بوقت صعب دلوقتي، لو حاسس إنك بتتراجع بدل ما تتقدم في حياتك، لو مش وصلت للمكان اللي كنت متوقع تكون فيه دلوقتي، أو لو بتعيش انتكاسة حقيقية، حابب أقولك حاجة مهمة: العودة دايماً أعظم من السقوط. مهما وقعت تقدر تقوم، ومهما كانت الحفرة عميقة تقدر تطلع منها. ارفع نفسك وقرر إنك تحارب عشان حياتك. لو قررت من اللحظة دي إن حياتك هتتغير، لكن القرار قرارك. معظم الناس بيسيبوا حياتهم تنحدر من غير ما يحاولوا يوقفوا، لكن أنت محتاج تضغط فرامل. لازم تفكر إزاي هتطلع نفسك من اللي أنت فيه. ما تسيبش حياتك تنهار. أنت أقوى من كده وأكبر من اللحظة دي. اصحى، قوم، ويلا نبدأ. أنا كمان وقعت، أنا كمان كنت تحت، وكلنا مرينا بلحظات زي دي. الحفرة كانت بتعمق، والديون بيزيد، والتحديات بتكبر، وكل حاجة كانت بتبقى أكتر من طاقتي. بس الحقيقة أنت أقوى من كل ده. لو قررت تقدر تتخطى كل تحدي في حياتك. أنت اتغلبت على صعوبات قبل كده، وواجهت تحديات قبل كده، وأنت لسه واقف. كمل القتال. ابدأ صمم حياة جديدة، حياة قوية لدرجة إنك ما تقعش في الحفر دي تاني. دايما هيكون في مطبات، بس انت تقدر تبني نسخة جديدة منك، نسخة مش محتاجة تحفر علشان تطلع، لأنها أقوى من السقوط. بعد ما تخلص مش هتحتاج ترجع تاني. دي آخر مرة هتقوم فيها من حفرة. اشتغل على نفسك بقوة لدرجة إن كل الناس تقول مفيش حد يستحق النجاح أكتر منه. خليهم يشهدوا إنك تعبت عشان توصل. الكل هيقول اشتغل أكتر من أي حد، فما فيش حد يستاهلها زيه. اشتغل بالشكل ده. دي آخر قصة عودة ليك. خليك مهووس بحياتك. اسأل نفسك: أنا ممكن أعمل إيه أحسن؟ خد المسؤولية عن كل حاجة. كون صادق مع نفسك. مفيش عودة حقيقية لحد بيكذب على نفسه. لو وضعك سيء، اعرف إنك السبب. امسك المعقول وفكر إزاي تطلع. العودة بدأت، وبتبدأ بالحقيقة. بتشتغل قد إيه بجد؟ ممكن تشتغل أكتر. لو قلت لأ، يبقى أنت بتكذب على نفسك في حاجات تانية كمان. اشتغل أكتر، اشتغل بذكاء. احذف من حياتك أي حاجة بتسحبك لتحت، وركز على اللي بيرفعك فوق. استغل وقتك كل يوم في التعلم وفي التنفيذ. كل خطوة هتاخدها هتقربك للنسخة الجديدة منك. دي لحظة العودة، وصدقني العودة دي أعظم بكتير من السقوط اللي فات. ما تنساش تدعمنا علشان نكمل في تحفيزك يا بطل.